لما جينا 2015 كابتن هشام سليمان جاب لي احمد الجندي، قال لي ده عايزين ندربه برايفت. قلت له بقول لك يا كابتن، حته الالمازه بقى اللي هيبدا بقى ايه يشيل من عليها شويه التراب عشان يدينا بقى ايه حاجه استيك. قلت له بقول لك يا كابتن انا ما بمرنش برايفت، انا مبدا البرايفت ده انا مش بمرنه. انت بتتنك صح؟ لا مش بتنك، ما انت مش عارف الغيب برضو. مش عارف والدنيا مش عارف هتمشي ازاي. فقلت له انا شغال في نادي الرحاب وما عنديش وقت ان انا اروح امرن حد برايفت. فقال لي طب شوفوا ده هيبقى بطل عالم. قلت له بطل عالم؟ قلت له خلاص عايز اشوفه. ماشي، رحت شفته، لقيت واحد يعني كان كابتن هشام كان متنبئ ليه احمد ده الجندي انه بيدربه وهو عنده هيبقى 8 بطل سنين. عالم. ضربه وهو عنده 8 سنين. برضو يا جماعه لازم نشكر كابتن هشام ان هو راجل اتاح الفرصه وكانت عينه برضو لمعه وشايفه وجابت الراجل ده. بصراحه بجد ميرسي، بصراحه ميرسي لكل واحد في جهاز ربنا الخماسي يخليك. الحديث. اقسم بالله متشكرين بجد، من فعلا زي ما عمرو دياب بيقول لك شكرا من هنا لبكره، بس بقى احنا بنقول لكم شكرا من هنا للسنه الجايه او لغايه اولمبياد لوس انجلوس لوس انجلوس ان شاء الله. ان شاء الله. فلقيت واحد هو كان لسه بقى ما عندوش نوتريشن بلان ولا اي حاجه، احمد الجندي، ضرفه كده بنضاره. هو على العموم نظر احمد ماينس 7.5. لو سمحت عشان هو مهندس، لو سمحت زميل مهنه فناخد بالنا، هذا مذاكره مش ذنبنا يا جماعه. احنا بنلبس النضاره والله مش شياكه، يعني مش شياكه وكوموفلاش، احنا نلبسها والله دي نظر والله والتاني يلبسها نظر برضه احمد يعني. مش ظهرك يا احمد في القصه دي. فبقول له يا كابتن ايه يا كابتن هشام ده؟ انت جايب لي واحد انا ما شفتوش ده قبل كده. قال لي بص ده هيبقى بطل. بس بصراحه برضه صعب يعني نظره 7.5 انت بتقول وهيلعب رمايه. اكيد كده لابس نضاره فهي بتعدل يعني. فاهم. فمرنته. ازيك يا احمد؟ تمام الحمد لله. انسان آلي قوي جدا. احنا مهندسين كده. اقسم بالله هو غير بقى بيزنس عامه. ما عشان بس يعني من البدايه عشان الوقت بس واللعب. انت لو كنت قابلتني من سنه كنت هتشوف نفس القصه. يا باشا عامل ايه؟ امرني يا بيه. بقول له احنا عندنا الرمايه تتقسم على 5 حاجات، هنعمل 1 2 3. ايه ده؟ بيهز راسه. تمام ده مفيش مقاوحه ولا اي حاجه. لا هو راجل بيعمل اناليسيس في دماغه. هو انت بس انا بفهمك بس المايند بقى بتاعتنا بتفكر ازاي بس. فانا قلت له بص هتقف تعمل كذا، اضرب كذا، اعمل كذا. تمام. حسيت وانا بكلمه بيتوه، يعني احمد تركيزه في الكلام ممكن تكلمه يسمع ما يركز. فرحت مصوره كده. ده زيي صديقي ده صورته. تحياتي ليك يا كابتن احمد. اصل انا هو نفس المشكله. صورته. هو لازم يشوف. اخدت دي النقطه دي من يعني الحته دي ضافت لي حاجات كتيره جدا، ان انا اصور وهو يشوف هو بيعمل ايه صح وبيعمل ايه غلط عشان اعرف اكرره. لما بيشوف العين بتسمع وبتشوف في نفس الوقت. طبعا. فاخد نقطه كده اهو وكررها واحفظها. قلت له بس انا همرنك. انت من النهارده صديقي. خلاص معاك كوره. انت من النهارده صديقي. قلت له خلاص انا اعتمدت الراجل ده، والراجل ده هيبقى مشروعنا ان شاء الله. فمرنت 2015 2016 كنت بدرب واحد بينافسه بس في نادي الرحاب. ده طلع بطولة العالم 2016 في الليزر ران، جاب اول. ده بقى الرجاله اللي انت رحت بقى دربتهم بقى. دربتهم في الرحاب. وده بقى ايه التلميذ اللي نجح؟ ده محمد ابو الفضل. ده بعد فضل ربنا الراجل ده هو اللي خلى اسمي يبقى موجود. اسم على مسمى. محمد ابو الفضل اصبح ليه فضل كويس. والله ده 4 سنين ورا بعض اول عالم ليزر ران. بسم الله ما شاء الله. ده الناس كانت بتضحك بيه. بس ده رمايه. جري ورمايه بس. جري ورمايه بس، يعني مش الخماسي كله. ده لعبه الليزر ران. 4 سنين في بطولات بتتعمل دوليه اسمها الليزر ران. هو راح لعبها. اول واحده كانت فرنسا، بس دي مش جوه الاولمبياد. لا مش جوه الاولمبياد. لا هي راح لعب فرنسا، برتغال، جنوب افريقيا، ايرلندا. 4 سنين ورا بعض هو اول عالم. تحياتنا للكابتن محمد ابو الفضل. احنا النهارده هنقعد نشكر يعني عارف احنا نعتبر نفسنا في فرح وقاعدين بننقط. يلا هنقعد بقى نقط بقى على طول. فمرنت احمد كان ينزلوا هما الاثنين بطوله. بقول لك يا احمد اجري، ابو الفضل وراك، ابو الفضل روح هات احمد. الاثنين كنت بسخنهم على بعض في التمرين. والحمد لله ابتدينا بقى المشروع بتاع احمد الجندي.
انا مبسوط قوي انك قلت انه مشروع. هو مشروع. لا بجد، ده بجد برافو. اصلا انت هو دي بدايه النجاح، انك آه. تفهم ان الموضوع ده مشروع مش سبوبه. واللي خلانا نوصل للحته دي والدته استاذه منى شفيق كل التحيه للاستاذه منى برضو، يعني بجد وباباه يعني مش عارف اشكر أستاذ مين ولا أسامة. مين والله. الناس تحيه دي لمستر اسامه برضو. الناس دي فعلا طبقت المشروع صح، طبقت مشروع الرياضي البطل الاولمبي الصح. مرناه 2017. كنا بنمرن عشان يتأهل لحاجة اسمها اليوث اولمبيك. اليوث اولمبيك جيم كانت في نانج في بونوس ايرس في الارجنتين. يوث اولمبيك جيمز. اليوث اولمبيك جيم كان في الارجنتين، ومرناه. وبطولة العالم كانت في البرتغال، وكسب اول، وهو اللي اتأهل. احنا بنأهل واحد بس من مصر، مش 2. ليه واحد بس. بيأهلوا واحد؟ احنا الكوتا بتاعتنا واحد، انت لازم تختار من اللي عندك واحد، فاحنا نظام الاتحاد ولا بيطلع كذا حد ولو كسب 2 بياخدوا هو واحد؟ احنا بنلعب ب4 لعيبه في بطوله العالم. ال4 لعيبه كان احمد الجندي، مهند شعبان، علي الدين شريف، محمد ادم. حلو. ال4 لعيبه دول احنا في بطوله العالم اول تاني تالت على البوديوم مصر. ده بس ما شاء الله. احمد الجندي، مهند، علي. بس ما خدوش غير الاول. بناخد الاول بس، هو الاعلى بوينتس. يا جماعه يا جماعه في ايه الحقد ده؟ ده 2018. اول ما نفلح في حاجه على طول تروحوا اتمنى. ده لا 2018. اله الا الله. 3 على ماشي. البوديوم، كان العالم كله مستغرب. انتوا فاهمين يعني ايه ان 3 على البوديوم مصريين؟ بطوله العالم انتوا فاهمين يعني السلام الوطني المصري المفروض بيتضرب 3 مرات؟ اه. انتوا فاهمين بجد والله؟ انتوا فاكرين الموضوع عادي كده؟ ماشي. فدي كانت طبعا ما حدش حصلت في العالم خالص ان 3 مصريين ثلاث يعني بلد تقف 3 اللعيبه بتاعتهم. ما طبعا اللي انت بتقوله ده ما حصلش. انا ما سمعتش في لعبه في احنا التاريخ حصل كده يعني. في احنا السباحه كسرنا. مثلا تلاقي امريكا وصين، امريكا كندا، استراليا. يعني لازم في حد، لازم الثلاثه دول على الاقل يعني مشكلين يعني. الحته دي كده. ف لعبنا طبعا الاول هو اللي بيروح يلعب بالاولمبياد. طب والتاني والتالت بياخدوا مين؟ بياخدوا بقى اللي بعد كده يعني؟ بياخدوا بقى الرقم 2 في افريقيا. كرانك ولا في البطوله دي مثلا جاب رابع فبياخدوا الرابع وبياخدوا الخامس؟ او في حاجه اسمها بطوله اوروبا بياخدوا منها 8، بني امريكا بياخدوا منها 5، اسيا بياخدوا منها 4، افريقيا بياخدوا منهم 2. التاني بقى ده بيبقى منين؟ التاني الرابع مثلا على البطوله دي ولا التاني كرانك؟ التاني كرانك. طب ما التاني كرانك المفروض انه مصري برضو. لا، بيسكيب بقى الاثنين دول على ده برضو على طول. يعني احنا مقفلين اللعبه وبرضو قافشين علينا. ماشي. في بطوله افريقيا اتلعبت، احنا ما رحناش اللي لعبناها. ما هتلعبها ليه بقى؟ ايوه، هي بطوله سهله. الموضوع ده بقى ده شغل ضيق. خلي بالك احنا بنقول احنا اكبر بعثه رياضيه راحت تلعب باريس. راحت تلعب باريس ليه؟ عشان كاسبين بطولات افريقيا. احنا اسياد افريقيا. شكرا. احنا يعني الموضوع ده كويس انك فتحته عشان بنأكد عليه تاني. احنا كان معانا الزميله العزيزه الاستاذه دينا نبيل بنوجه لها كل التحيه، ان احنا سالناها في الموضوع ده بصراحه يعني. قلنا لها احنا عايزين نفهم يعني. كان دايما كل الشارع المصري بيسال ليه اكبر بعثه ورحنا ليه، والناس كلها فاهمه ان الموضوع واسطه وفلان كلم فلان وكلام كلم الوزير. ما انت فاهم طبعا مصر ماشيه ازاي ودايره يعني. ما احنا السؤال ده ما كناش فاهمينه خالص. فاحنا سالناها السؤال ده والامانه يعني بصراحه هي جاوبت اجابه مستفيضه في القصه دي. ان في ناس في بطولات يعني، في العاب بتطلع بالرانك، وفي العاب بتطلع بتجميع نقط، وفي العاب بتطلع من كواليفيكيشن بتلعب العاب يعني بتلعب في بطولات. وفي العاب زي كره القدم مثلا انت بتتاهل انك بتلعب بطوله افريقيا فبتتاهل. لعبه زي السباحه مش عارف بتلعب في كذا بطوله فبتجمع نقط بناء عليها بتتاهل. وعندهم وايلد كارد برضه بناء على تصنيفك طبعا. انت بالنسبه لك الخماسي الحديث انت ما شاء الله وصل لمرحله يعني ان انت يعني انت ما بتروحش بطوله افريقيا عشان مش عايز تلعبها. خلي بالك احمد اتاهل لاولمبياد باريس ببطوله افريقيا ومتاهل بالرانك الاثنين كمان. يعني احنا واخدين افريقيا واخوه واخد تاني افريقيا محمد الجندي. يعني اول افريقيا احمد، تاني افريقيا محمد الجندي. هو عشان كده محمد ما شاركش. عشان كده محمد ما شاركش. انتوا متخيلين المأساة؟ لان احنا عندنا نظام في الاتحاد برئاسه المهندس شريف العرياني. الاتحاد قوه بصراحه. مهندس شريف العرياني يعني بص يعني ميداليه. انت تقول شريف يعني والله العظيم احنا مسمينه مهندس شريف العرياني موجود في مكان انت هتجيب ميداليه. انت عارف ان انت بجد والله العظيم 3 انا بقعد مع اصحاب كتير ويعني ليا اصحاب بيلعب هاندبول وباسكت بول وفولي واللي في اللي بيلعب جري واللي بيلعب على القوه اصحابي احنا صغيرين يعني واللي كبر وكمل وبطل. انا ما شفتش غير 2 شكروا في رؤساء اتحاداتهم. حضرتك من اشكر الاستاذ شريف العرياني اللي بجد بنوجه له كل تحيه،
والناس اللي كانت بتشكر رؤساء اتحاد الهاندبول. بس انا ما دكتور شفتش حسن غير مصطفى الاتحادين. طبعا ده حسام مصطفى الاسطوره القديمه، أسطورة، وكابتن حسين لبيب لما مسك فتره، وهشام نصر، وكل يعني بص اي اتحاد، اي حد مسك اتحاد الهاندبول كلنا شكرت فيه. حضرتك من الناس القليله بجد تاني واحد يشكر في اتحاد انه يبقى ان الراجل بتاعه هيلبفول وبيساعد وبيحاول يعمل حاجه. كابتن شريف العريان او الاستاذ شريف العريان يعني طبعا ليه كل تحيه وتقدير بجد، يعني احنا بنشكره من هنا من استوديو اكس ومن خلال كابتن ابراهيم. يعني فعلا احنا بشكرك انك يعني طلعت لنا احمد الجندي وطلعت لنا كابتن ابراهيم، بجد والله العظيم انا بشكرك على كل حاجه. انا مش عارف اشكرك على ايه ولا ايه بصراحه يعني. بجد يعني انت لو عندك اي مشكله في اي لعبه المهندس شريف العريان يعرف يحلها لك والله العظيم. في اي لعبه جمباز، سكواش، اي حاجه، يقول لك اتجه لكابتن شريف العريان هو يعرف يحلها لك. فعلا هو بيحب الرياضيين، ما بيحبش حد يجي عليهم. انت راجل. احنا هنغير بعد كده الشعار، لو عايز تجيب جون كلم شريف على التليفون. بجد صح. بجد بقى هو ده اللي فعلا يبقى بجد الشعار بتاعنا في الاستاد وفي كل حته. لو عايز تجيب جون كلم شريف على التليفون. هو مستر شريف بص على اتحاد الكوره، ابوس ايدك ابوس ايدك، اخوك الصغير هناك بنعاني. اللعبه الشعبيه في اولى في مصر، مش اللعبه الشعبيه الاولى. ابوس ايدك بص عليه، بص على، قول لهم يا جماعه عايزين حاجه كلموني. يعني يمكن هم مش عارفين رقم تليفون حضرتك، ابعت لهم واتساب، اعمل جروب وضيفهم فيه اي حاجه لو سمحت يعني. فكابتن شريف علينا نظام عامله ان كل لعيب ليه الجهاز الفني بتاعه الخاص. احمد الجندي ليه الجهاز الفني بتاعه الخاص، بنكون من 12 بني ادم. 12 بني ادم 12 بني ادم حلولي. من كابتن عبد الرحمن عيسى مدير فني، انا مدرب رمايه، كابتن احمد الصغير مدرب سلاح مبارزه، كابتن علي الوكيل مدرب سباحه، كابتن هشام سليمان مدرب جري. ده لكل لعبه جايب لها مدرب، كل لعبه مدرب عشان كويس. يبقى هو متخصص في اللعبه دي، هيدي فيها كل حاجه. حلو. غير الجهاز الطبي، دكتور محمد ابو العلا دكتور منتخب الكره الاول. جميل. دكتور محمد ابو العلا ده صديق شخصي، بوجه له كل التحيه. دكتور مصطفى صدقي SUT، دكتور محمد خاطر سبلمنت، دكتوره مي هدايه، دكتوره فريده امين، دكتوره مي هدايه تقريبا نيوتريشن صح؟ نيوتريشن، فريده امين منتل، نرمين حسن يوجا، طبعا مامة البطل الاولمبي احمد الجندي منى شفيق اداريه منسقه لكل ده. ده حقها دي يعني والله العظيم. طالما هتجيب لي دهب يابا، هي عمود الفرقه بجد. ومعانا علي غنيم في الجهاز بينسق مع كل المدربين. فدي حاجه فعلا هي اللي سبب النجاح، ان احنا بال12 مدرب دول نقدر نعرف نبعد عن احمد كل المشاكل. في مشاكل كتيره حصلت، من اصابات، من تنسيق تمارين، الكلام ده كله احمد ملوش دعوه بيه. احنا بننسق، هو يجي موظف هتشتغل ده عشان تكسب. حاضر، كلمه حاضر دي بتخليه هو اللي يكسب. احنا ما شفناش الكلام ده وسمعناش عنه غير عند محمد صلاح مع وكيله رامي عباس. اقسم بالله ما شفناش لعيب في مصر خد الموضوع انه احتراف وبزنس بجد غير محمد صلاح. يعني ده تاني لعيب اشوفه بيتكلم بلغه المحترفين اللي احنا نفهمها. راجل عنده جهاز، حضرتك اعمل مشاكلك، انا دوري ان انا ما اصدرلكش مشكله، اوفر لك جو مناسب للتمرين، اوفر لك كل العوامل اللي تتمرن بيها، كل الادوات، كل البطولات، اعمل لك كل حاجه. انت بس كل اللي عليك حضرتك تروح الملعب تتمرن وبس. عندك النهارده سباحه، عندك النهارده شيش، عندك النهارده رمايه، عندك النهارده جري، عندك النهارده فروسيه، ركوب خيل. ده موضوعك انت مش موضوعنا احنا. انت اللي باك ستيج ده بتاعي انا، جوه الملعب بتاعك انت. احنا هنقول طبعا ان الفروسيه اخر دوره اولمبيه اتلعبت فيها فروسيه، واتغيرت اللعبه دي عشان تكمل في LA لوس انجلوس 2028 بلعبه اسمها اوبستكل. الاوبستكل دي موانع بتتلعب في الخماسي بقالها سنتين في الجونيور واليوث. طبعا احنا هناخد طبعا استعدادات ليها عشان نعرف نلعب، احنا ما كناش جربناها خالص. فدي طبعا شايفين الشغل ليها من النهارده. احنا بنتكلم النهارده كام؟ النهارده كام في الشهر؟ 10 9 او 11 9 كام النهارده؟ 9 13. النهارده من 13 9 2024 الناس بتخطط لاولمبياد لوس انجلوس 2028. ها
مش لسه لما بنتكلم اتحاد الكوره عندنا اصل دي مقاسي يقول لك اصل أنا لسه دلوقتي هنعمل من دلوقتي مدير فني لغايه دلوقتي مش عارفين يجيبوا له مدير فني ولا مش هيعملوا ايه ولا هيلغوا الفريق ولا يلا. خلي بالك احنا تاني يوم في طوكيو، من تاني يوم كنا بنجهز هنعمل ايه في باريس. ما ده اللي بنقوله، ما هو ده الطبيعي. اصل انا لو ما طورتش اللعبه بتاعتي او انا ما طورتش اللعيب اللي هو تكيف على كل حاجه، هيخش البطوله الناس كلها توصل لرقمه. طبعا فانا عايز افضل بعيد، انا عايز اكسر رقمه اصلا. انا عايز انا افضل بعيد محدش يجي لي، فلازم اغير كذا حاجه. فلازم اغير في النوتريشن، في وقت الراحه، في النوم، اليوجا هتشتغل ازاي، اللايف كوتش بتاعي هيشتغل ازاي انا وصلت مثلا انا في الرمايه في التوتال 4 مجاميع بضرب 34 ثانيه، انا عايز اخليهم 32 ثانيه، ثانيتين بتفرق، ثانيتين 2 بوينتس دول هم اللي خلونا نكسر رقم العالم. الثانيه بتفرق في حياه بني ادم وفي ميداليه، اقسم بالله. احنا ماشي اول. احنا ليه ماشي اول؟ طب ما انا ماشي اول خلاص، في ايه؟ ما انا هاخد ميداليه ذهب واول اولمبياد. لا، احنا كان هدفنا كمان وصلنا لدرجه ان احنا هنكسر رقم الاولمبي والدولي، رقم العالمي. فدي كانت من اصعب الحاجات. طب انتوا ليه هتخلوه يجري جامد؟ لا، في نتيجه تانية احنا عايزينها. يعني ايه يدخل يجري جامد؟ يعني احنا في الجري يجري بادب. لا، احنا الجري بتاعنا هو ماشي اول. فلما حد يجي له ممكن هو ينقل. لا، احنا هو بيجري من الاول علشان نجيب توتال بوينتس 1555 نقطه، ده محدش جابه. والرقم العالمي كان اصلا باسم مين؟ اتكسر قبليها بشهر على طول في الصين. بس احمد ما كملش البطوله دي عشان كتفه اتخلع. انا فاكر كان كان عنده عنده اصابه، كان في كتفه اتخلع. كان عامل 1551، فانت كسرت الرقم جبنا الاولمبي والعالمي 1555. يعني يومين ورا بعض، احنا بنلعب يومين ورا بعض. فدي طبعا ده نقطه من نقط اللي بمشاكل اللي قابلتنا بقى اللي بعد طوكيو. هو كان عنده شبه خلع في الكتف وقت طوكيو، احنا حوطناها ولعبنا وجبنا تاني والحمد لله ربنا كرمنا. بعديها قلنا بقى هنخش السنه الجايه نلعب بطولتين، نبقى نحافظ على الاداء بتاعنا، بطوله العالم وكاس عالم، والدنيا تبقى تمام. بنتمرن الحمد لله، يعني ده برضو نصيب. كتفه اتخلع، خلع كلي. اتجهنا نعمل عمليه في المانيا. هو ليه كتفه اتخلع؟ تمرين ولا كان تمرين، كان شايل ويت، هو سرح الويت اخد كتفه لورا فاتخلع. فلا، وهو كان عنده شبه خلع من قبل كده. فاهم. فهذه حاجه بسيطه. الويت ده كان 3 كيلو، يعني حاجه لا تذكر، بس هو ده قدر ربنا. لما اتخلع حس ان الدنيا خلاص خلصت. ده بقى شغل المنتال واللايف كوتش ووالدته، واحنا وراه. احنا واثقين فيك، برافو. احنا عندنا القدره ان انت تروح تطلع تلعب بطوله، وهتيجي هتعمل عمليه وهتيجي هتكسب برضه وهتفضل التوب. برافو. راح عمل عمليه، الناس كلها كانت مستغربه طبعا. المانيا، وراح عمل عمليه في المانيا، الناس كلها مستغربه من الريكفري بتاعه السريع. الناس بتقعد بال3 شهور بال4 شهور ترجع من الاصابه دي. هو في 44 يوم بسم الله ما شاء الله رجع. بسم الله ما شاء الله. عمليه، مركب هوكات في كتافه، 3 هوكات ولا 2 هوك في كتفه. فخلاص هو تمام. انا الحمد لله. رجعنا لعبنا بطوله العالم بعدها بشهر مثلا، بعد العمليه يعني. ايه ده؟ ما شاء يعني الله. يعني 44 يوم، شهر تمرين، لعبنا بطوله العالم، جاب رابع. اخوه جاب تاني عالم. بسم الله ما كان شاء الله. ساعتها اول مره اخوه يلعب بطوله عالم، جاب تاني عالم. فخلصنا 2023 بنتمرن، لعبنا كاس عالم في مصر، جبنا اول. تاني كاس عالم جبنا تالت. ريحنا كاس عالم رقم 3، وعايزين نلعب وورلد كاب فاينل. وورلد كاب فاينل الميداليه الوحيده اللي ما جابهاش احمد من سلسله الميداليات اللي جابها دي كلها. لا والله وقتها 2023 اه قبل السفر بيومين وقع من الحصان، كتفه اتخلع. هو احنا ما قرناش الكتف ولا ايه؟ هو نفس الكتف. هو بس اتخلع، ديسلوكيشن اتخلع وترد تاني في نفس الوقت، فما حصلوش حاجه، بس كان لازم يريح. طبعا ما راحش لعب بطوله العالم وورلد كاب فاينل. بعد كده جه طلع عمل حج، ربنا كرمه وطلع عمل حج. رجعنا على بطوله العالم. عرفتوا خد الذهب ليه؟ ها الدعوه الصاروخ.
ده دعوه طبعا، ده الصاروخ ده. وحج ربنا طبعا كرمه جنب التدريب والاجتهاد، يعني احنا بس ما نشتغلش بعض. هو طبعا ربنا قادر على كل شيء، لكن ربنا قال اعقلها وتوكل، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فرحنا رجع احمد عايز تلعب بطوله العالم، كانت في انجلترا 2023. بعد كده لا، طب قعد بقى ايه مذبذب كده شويه. كل لما اقول له يقول لي هو لا. فقلت له بقول لك ايه، العب وان شاء الله ربنا هيكرمنا. البطوله بتاع بطوله العالم دي اول 3 بيتاهلوا للاولمبياد دايركت، بياخدوا البطاقه للاولمبياد دايركت 2023. هو كنا لسه ما تاهلش احمد ولا كان متاهل؟ ما كانش وبس اتاهل، ماشي. كانش اتاهل. كان اللعيب المنافس لينا في مصر هو اللي اتاهل، مهند شعبان. ف خلاص انا اسال سؤال معلش مقاطعه كلامك، مهند بيبقى ليه جهاز بنفس الطريقه مهند ليه جهاز؟ ولا احمد يعني هو اللي عايز يعني فكره ال 12 واحد دول مختلفين. انا بتكلم كله. انا مش معتقد انهم مختلفين. انا بتكلم مهند ليه برضه 12 واحد لا، ولا احمد اللي عايز 12 واحد؟ يعني انا قصدي ده فكر اتحاد بقى، ده فكر الاتحاد ولا فكر احمد؟ ده اول حاجه ده فكر المدير الفني عبد الرحمن عيسى لاحمد، ان انا عايز المنظومه دي تشتغل مع الراجل ده بس. يعني هنا دلوقتي نقدر نقول بقى كده ان المدير الفني هو اللي بيفكر بالطريقه دي. صح بالطريقه كده؟ دي، عشان ما احنا في طوكيو كنا 6، احنا كنا 6 أو 7 ماكسيمم، في باريس 12. طب احنا اكيد زودنا ناس علشان ايه؟ عشان نعرف ده نجيب شيء كويس. اصل ده معناه ان في واحد متخصص قاعد فاهم بيقول عايز طبعا ايه. يعني طبعا ده شيء يسعدني يعني. طبعا كويس. فده ليه التيم بتاعه 12. مهند انا مش عارف التيم بتاعه كام واحد ايا كان العدد، بس هو يعني بس اكيد برضه هيبقى في، حتى لو في حاجه مدمجه نتيجه انه يعني اكيد هتلاقي برضه المدير الفني جايب واحد ممكن يكون عنده خبرات في حاجتين طبيعي او 3 حاجات مالتي تاسكس، ما فيش مشكله يعني، ما طبيعي. يعيبوش يعني. بس اكيد بيفكر بنفس المنهجيه. اصل بص هتلاقي ده وهو كان هو اتاهل ولعب الاولمبياد مع احمد، بس ربنا ما وفقوش. احنا كنا هنجيب ميداليتين ده بجد، بس ربنا ما وفقوش في اليوم الثاني ان هو وقع من على الحصان في اخر سنه. يا حبيبي فعلا احنا كنا نتمنى ان احنا نجيب ميداليتين اول وتاني. طبعا ده اول كان تاني اول تالت هيبقى عملنا انجاز ما حصلش. لا ده مش انجاز، انا اسف، ده اسمه يعني فوق الاعجاز. هي حاجه فوق الاعجاز، ده مش انجاز. فعلا ده مش انجاز ولا اعجاز. لما كنا نجيب ميداليتين، بس الأمانة الحمد لله يعني الحمد لله على كل شيء. هو ربنا ما وفقوش، فتمام خلاص. رحنا لعبنا بطولة العالم في انجلترا. احمد اخد رابع بعد الخلع على الكتف، وراح عمل حج ورجع. هو احمد قافش في الاول والرابع، ما بياخدش تاني ولا تالت. ماشي. اول ورابع هياخد تالت على استحياء. انا مش خد تاني غير في الاولمبياد بتاع طوكيو تقريبا. تاني يوم نزلنا فيه من انجلترا كان بطولة افريقيا معمولة في مصر مؤهلة للاولمبياد. احمد بيقول لي لا مش هلعب. قلت له هتلعب، اتفقنا ان انت هتلعب يا كابتن. قلت له هتلعب، دي نضمن اللي انت تتأهل، انا مش ضامن السنة الجاية. ده بقى الكواليس. قال لي طب انت شايف ان هي مهمة؟ قلت له مهمة، واخوك هيلعب، اخوك كسب خلاص، انت كسبت خلاص، بس انت لازم تلعب. لعب، كسب، بسم الله ما شاء الله، خلاص هو كده اتأهل. احنا ضمننا اللي احنا اتأهل. بس احنا عندنا النظام في الاتحاد حاطين بطولة افريقيا اخر حاجة. الترتيب بتاعها ايه؟ وورلد كاب فاينل 2023، بطولة العالم في انجلترا اول تاني تالت، بطولة العالم في الصين، رانك، بطولة افريقيا. فاحمد كان متأهل من ايه؟ من افريقيا. من افريقيا ورانك. ومهند متأهل من وورلد كاب فاينل وبطولة العالم، الاثنين. بسم الله ما شاء الله. فخلاص انا متأهل من افريقيا ورانك، وهو متأهل من انا دماغي لفت من الشيشه بصراحه. لفه انتوا عندكم كبير، موضوع كبير قوي يا جماعه، معقد. يعني احنا عندنا يابا بنلعب ليتوسو ولا ليسوتو ونلعب في الاخر الجزائر، واحد مننا بيتاهل وخلصنا. ايه بقى الحوار ده يا عم؟ ده ايه ده؟ بنلعب في 90 دقيقه. انا بنهج معاك يا عم. احنا بنلعب في 90 دقيقه. عارف يعني ايه 90 دقيقه؟ زي قد ماتش الكوره. ماتش الكوره بتلعب 5 ألعاب. فانت متخيل صعب ازاي؟ وبتجروا ورا كوره ومطلعين عينينا. 22 واحد بيجروا ورا كوره، احنا واحد بس واحد بيجري 90 دقيقه وكله بيجري وراه، وهنا 22 بيجروا ورا حاجه واحده 90 دقيقه ومش عارفين تخلصونا. ماشي بس. فالحمد لله ربنا كرمنا بالميداليه في الاخر. طبعا احنا جهزنا قبلها بكتير جدا، يعني بعد الخلع بتاع كتفه في الصين ان هو ما يقدرش يكمل البطوله، وكان جاهز جدا ان هو يجيب اول. الخلع ده ما خلوش يكمل البطوله، ناقص 44 يوم ويلعب الاولمبياد. طب احنا هنعمل ايه؟ بعتنا عملنا رنين هوب، بعتناه المانيا. الدكتور قال لنا يلعب الاولمبياد بعد كده نشوف، اهم حاجه يلعب.
طب والله قصه دكتور متفاهم. العب، ده اضيع على لعيب اولمبياد؟ لا، العب، كتفه يقدر يلعب، بس هنشتغل عليه. كلم طبعا دكتور ابو تقويات العلا. بقى. حاجات معينه كده عشان يتظبط، حاجه سبيسيفيك يعني لكتفه. فظبطنا، طلعنا معسكر 6 ايام، كان لسه بقى راجع. 6 ايام رحنا ابو ظبي. الكلام درجة ده امتى الحرارة. بقى؟ بس يعني واحده عشان بس إن الناس ما الكلام تتوهش معانا. ده بعد الصين ب10 ايام. يعني تقريبا شهر كام تقريبا كده؟ شهر 7. شهر 7 23. صح لا كده؟ 24 شهر 7 24 السنه دي. شهر 7 طلعنا في اول شهر 7 ابو ظبي. ان هناك ده كده قبل الاولمبياد على طول. قبل الاولمبياد على طول. صح كده؟ احنا بنتكلم كده يا جماعه قبل قبل الاولمبياد بس عشان نبقى مجمعين مع بعض. 7 اسابيع بالظبط. وبعد بطوله افريقيا ريح يعني. بعد بطوله افريقيا تمرينات بس قصدي يعني. تمارين. بعد كده لعبنا حاجه اسمها سلسله بطولات كاسات العالم. 4 كاسات عالم، 1 في مصر. انت بالنسبه لك تركيا. بقى واخدهم استعدادات، انت مش يعني انت مش رايح تنافس. كل كاب فاينل اخد فيها اللي ثالث. تجيبه فيه جيبه، ما جبتش انت كده كده بس ايه، انت بتسخن جسمك وتشوف الدنيا فيها ايه وتعرف الارقام اللي حواليك واصله لفين. طبعا. فالسنه دي واعمل تيست ليه هيعمل كذا. راح لعب بقول كاب فاينل 2024، جاب فيها ميداليه، الميداليه الوحيده اللي ما جابهاش جابها. فخلاص احنا عملنا راضيين كده بكل راجل حاجه. قفل اللعبه بقى خلاص. قفلنا فعلا اللعبه خلاص يعني. اوعى تعتزل بعدها. لا لا لا، احنا مستنيين واحده تانية في 28. ابوس ايدك استرنا. فخلصنا خلاص تاهيل، ناقص 7 اسابيع ونلعب الاولمبياد. 7 اسابيع احنا بنعد، بنشوف احنا هنلعب يوم 10، بنعد بالايام بالعكس لغايه لما اليوم اللي احنا واقفين فيه. رحنا ابو ظبي، درجه الحراره 47. طبعا رطوبه عاليه جدا. طب ليه رحنا؟ بس هتلاقي اجواء بقى صعبه عشان يتعود عليها. احنا في باريس رطوبه 85. احنا بنلعب في الشاتيه دو فرساي، فهناك الرطوبه 85. فاحنا عايزين مكان يبقى فيه رطوبه ودرجه الحراره الناس اللي شديدة. بتفكر، ناس بتفكر واحنا لسه راجعين، فهي دي الساعه الهوائيه هتتحسن في الحته دي. اتمرنا، قعدنا 6 ايام نتمرن في نادي ابو ظبي للممارسه. هناك ناس كرمونا اخر كرم عشان احمد واحنا والكلام ده كله. اتمرنا 6 ايام، رجعنا قعدنا 14 يوم في المجر. معانا 7 لعيبه هيلعبوا الاولمبياد مع احمد معسكرين. مكسيك، مجر، تشيك، مصر. كان 7 لعيبه، كل واحد منهم 2. يا عم كتر خيرك انك فاكر تاني 4 جنسيات. احنا يا عم خليك مركز معانا، احنا موافقين يا سيدي، مش عارفين حد منهم. رحنا عملنا معسكر 14 يوم في المجر. الرطوبه كانت مظبوطه نفس باريس بالظبط. درجه الحراره 35 عشان ما يبقاش فيه اختلافات. خلصنا اخر يوم في المعسكر، احمد ربنا كرمه ان هو يرفع علم مصر هو وصالح سمير في افتتاح دي الأولمبياد. رساله والله العظيم تحس ان حاجه من ربنا. هو مين اللي فكر فيهم هما الاثنين؟ مهندس شريف العريان. والله العظيم دايما احس دايما عند مهندس شريف ياما في الجلاب يحاوي. والله العظيم دور هتلاقي لسه عنده. واحمد يعني واحمد كان نفسه فيها بصراحه، يعني دي هتتكتب في التاريخ. يعني انت عارف مين اللي شال 2008 وانت عارف مين اللي شال 2012 طبعا. طب احمد الجندي رفع العلم 2024 شرف. فدي حاجه هو كان نفسه فيها. فالحمد لله جات له، شال العلم. تاني يوم رجع مصر. رحنا على فين؟ اكتر مكان فيه رطوبه في مصر فين؟ اسكندريه. رحنا استضافونا نادي سموحه، استاذ فرج عامر طبعا رب نشكره. طبعا عمل لنا كل حاجه، فندق بمكان تمارين بكل حاجه جوه النادي. اتمرنا 5 تمارين، ركبنا الطياره ورحنا باريس. وهنا كانت الملحمه بجد. يعني انا مش عارف اقول لك ايه واشكرك ازاي. يعني هو طبعا يعني مش عايز اقول لك وفجاه اقول لك ان الوقت خلص. انت متخيل؟ مفيش تكمله. لا بس انا عايز اسالك بقى يعني قول. سؤال مهم قبل ما نقفل. يعني عشان نصنع بطل اولمبي، ايه البروسيديرز او الخطوات اللي المفروض نعملها عشان نوصل لفكره يبقى عندنا مش احمد الجندي واحد؟ انا عايز وانا النهارده انا متفهم كويس قوي ان انا لما مش معنى انا طلعت بعثه فيها 100 واحد او 200 واحد ان هيرجع لي بالميداليات. احنا ما وصلناش لسه الليفل ده. صح. لان ده عايز صرف بشكل معين وقصه كبيره، واغلب اصلا اللي بيتاهل هي مجهودات فرديه. يعني انا يعني يمكن يكون كابتن شريف العريان مثلا ممكن يكون بيدعم لعبه هو مهتم بيها لانها كانت لعبته، فممكن النهارده بيدعم. رئيس اتحاد تاني مش فاهم الموضوع. لان اكم من رؤساء الاتحادات زي ما كنت لسه بحكي لك مفيش غير الاتحادين اللي كنا بنشكر فيهم هم فعلا كانوا مسمعين. يمكن معاهم رفع الاثقال، يمكن يعني ده الثالث.
انا عايز اصنع بطل اولمبي، ايه اللي المفروض اعمله؟ يعني حضرتك النهارده كده هنمسك حضرتك اتحاد لعبه ما، سيبك من الخماسي الحديث، اصل هي اداره وانت راجل شفت كل حاجه، صح كده؟ صح. انا عايز اعرف النهارده يا عم، انا عايز يا عم الكوره دي تجيب لي ميداليه، اعمل ايه؟ اول حاجه انتقاء. ازاي تنتقي لعيب بروميسنج ان هو يعرف يكسب البطوله؟ ازاي؟ يبقى اول حاجه انتقاء. ازاي؟ عندنا في مصر لازم اعمل لهم بطولات داخليه، يبقى في منافسه داخليه، علشان ايه؟ اعرف اطلع 10 اقوياء، اطلع باربعه يعرفوا يجيبوا ميداليات. حلو. فلازم بطولات داخليه هي اللي تخلينا ونأهل اللعيبه نفسيا. ونظام البطوله ماشي ازاي؟ زي بره، نحسسه بكل حاجه، ان هو يطلع بطوله بره مصر ما يتخضش، دي حاجه عاديه، انا متعود العب البطولات دي كتير فانا هكسب. كل ده ليه خطوات كتيره جدا عشان يطلع لي 4 لعيبه في لعبه واحده. ما اعرفش مين هياخد اول ولا تاني ولا تالت، ما اعرفش. انت بتمرن وانت عارف ان الاربعه كلهم يقدروا ياخدوا اول. فده سبب من الاسباب ان احنا كنا بقول لك كنا هنجيب ميداليتين. هو انتوا عندكم في الاتحاد احمد يعمل نفس معامله مهند، نفس معامله محمد، كله صح؟ كله يعني مفيش واحد. حاجه اسمها عشان احمد احنا عارفين انه لا البطل لا لا وفي خالص. لا احمد طلع معسكر مهند، عايز يطلع معسكر في حته تانية بيطلع. يعني المدير الفني بتاعه انا شايف المعسكر بتاعه في حته تانية، يطلع هو في حته تانية. تمام. لا انا مش انا ما بكلمش ان هو لازم يقتدي بيك، بس انا قصدي ان ايه، ان اللي متوفر لاحمد هو متوفر لمحمد، هو اللي متوفر لمهند، هو اللي متوفر لسين وصاد وعين. نقطه تانية عشان تطلع لعيب كويس لازم يتدرب انديفيدوال. يبقى انتقاء وندرب انديفيدوال، صح كده؟ نختار له جهاز فني متفاهم كويس قوي اللعبه، صح كده، وليه خبرات، صح كده. في ايه رابع تاني ممكن ننصح بيه الناس ونديلهم روشتات؟ الفاسيلتي، يعني الفاسيلتي المكان، يعني الالعاب اللي بتتلعب فيها تبقى مجهزه، توفير مكان مجهز لممارسه اللعبه ايا كانت نوعها بمشتملاته. يعني ايه مشتملاته؟ سيفتي. لو النهارده المكان بعيد يبقى اوفر لهم فنادق واماكن فيها اكل كويس، لو المكان قريب تمام خلاص مفيش مشكله، يبقى بنتكلم اجهزه كل لعبه خلي بالك الانديه بتعمل حاجات مصغره عشان تخدم على ايه؟ طبعا على الحاجه الكبيره بقى، على المنتخب. فلازم ده يطلع من هنا عشان اعرف لما اللعيب يخش المنتخب ما يتخضش. والاحتكاكات اللي هنا تبقى زي الاحتكاكات اللي بره، صح. عيني دايما وانا بعمل ارقامي بقارنها بارقام الناس اللي بره شبهي. ولو النهارده اللي بره ده النهارده بيعمل وليكن زي ما كابتن مثلا ابراهيم بيقول خلينا نتكلم في الخماسي الحديث اللي هو يعني ما شاء الله متخصص فيه، كابتن سكر عشان الناس تعرفني. ماشي يا كابتن سكر. لما زي ما تقول كابتن سكر، لو النهارده انا بعمل 1500 نقطه، لا انا عايز احمد يعمل 1510 مش 1501. ليه؟ عشان يوصل 1505 فيعدي. طب اللي قدام بعد كده لقينا واحد جاب 1520 يبقى احمد يجيب 1540 عشان خاطر النهارده لما يوصل 35 يبقى دي ارقام، صح كده؟ صح. انا دايما بعيني ببص على بطل العالم اللي بره عامل ازاي. يمكن احنا هنا محظوظين ان احنا عندنا بطل العالم بتاعنا هو احمد، فالميزه ان مهند ومحمد هيبصوا لاحمد، واللعيبه العالميه هي اللي هتبص لاحمد. اللعيبه الثانيه اقوياء، خلي بالك، مهند ومحمد طبعا باقي اللعيبه واللعيبه اللي طالعه من تحت الناشئين 21 وال19 بيبصوا عايزين يكسبوا زي احمد. ما انا عايز اقول لك بيعملوا كل النظام. ما هو لو احمد، ما هو لو اللي حوالين احمد مش جامدين احمد كانش هيبقى جامد، صح. خلينا متفقين طالما يعني في منافسه هو جوه. اكيد محمد قوي واكيد مهند قوي، ويمكن يكون كمان خلي بالك ممكن يكونوا كتكنيك، ممكن يكون منهم في لعبات من الالعاب الخمسه ممكن يكونوا اعلى من احمد. طبعا. لكن هو توفيق ربنا مع اجتهاد مع شغل مع ناس بتمانج معاه. هي منظومه لازم بتقفل يا جماعه، هي دايره لازم تقفل عشان توصل في الاخر الميداليه. لو عنصر سرح كسر الثانيه ممكن يقع، حتى ممكن تكون امهر، لكن كسر الثانيه في السرحان في شغلتك انت في جهازه ممكن تخسره. وده اللي حصل ليه مثلا مع مهند. يعني هتلاقي خساره مهند دي زي ما تقول مثلا هو يعمل حصان، طب ما دي مش بتاعته. ما هو برضه خلينا نتكلم واقعيين، يعني حصان النهارده هو النهارده لا بيختاره ولا بيبقى عارف هيلعب باني حصان، وفجاه بيقولوا له يلا يا حبيبي انزل يلا عندك 20 دقيقه بس بتركبه. طب ما هيعمل يعني لولا كده مثلا يعني حاجه برضو يعني هو ما وصلش الميداليه لسبب خارج عن ارادته. كلنا زعلنا. انا بشرح ليه مهند خسر، يعني مش مهند خسر نتيجه مثلا ان هو تقاعس او عنده مشكله في الجهاز بتاعه او ما فيش الدعم المفروض ياخده زي احمد، لا بالعكس واضح انه واخد كل حاجه زي بعض. لكن حاجه بتاعت بقى ربنا، يعني اخيل وقع يا بيه هنعمل ايه يعني بجد. يعني انا بس اخر حاجه بقى رساله للشباب الصغير هنا عشان يعني يبقى ناس اصحاء واقوياء.
عايزين رساله منك كده للشباب الصغير كده، انا نفسي اقتدي بيها بجد يعني. لما معانا قيمه زي حضرتك كده كابتن سكر يعني يخليك بجد والله لازم والله كلنا يعني لينا وللناس اللي قاعده في الباك ستيج الجميله دي ازاي بجد نبقى اصحاء وكويسين. ولو احنا فعلا في يوم من الايام فكرنا المايند سيت بتاعتنا ان احنا سيبك من اللي في سني، الشباب الصغير اللي عايز يبقى النهارده بطل يبدا ازاي ويروح ازاي؟ احلم ووصل لحلمك. هنا احلم ووصل لحلمك وهتوصل له بيقين. وصدق نفسك، صح. ابوس ايدك صدق نفسك. شكرا. كنا معاكم النهارده يعني انا وابراهيم سكر او سكر زي ما بيحب يقول يعني. بجد يعني انا اتشرفت النهارده بيك جدا. ربنا يخليك. والحلقه طبعا هتنزل على كل البلاتفورمز بتاعتنا وهتنزل عنده على البلاتفورمز بتاعته برضو. عايزين مستر بروديوسر بعد اذنك عايزين نبقى نحط برضو الاكونتات بتاعته عندنا عشان يعني لو حد حابب برضو يخش يشوف الراجل ده عامل ايه. الراجل ده يا جماعه من العظمه والله بجد يعني. هنكتب لكم يعني الاكونتات بتاعته. وما تنسوش طبعا يعني اللايك والشير اسابكم الله على صفحه الفيسبوك والانستجرام والتيك توك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس في اليوتيوب. كنت معاكم محمد ممدوح مع سكر بيه. شكرا. سلام.